استعمالات ذكية ومهمة للهشوار بالأخص في الشهر الكريم بإذن الله غتفيدكم وتوفر لكم الكثير. خليكم معايا تكتشفوا هاد الاستعمالات هادي وأفكار أخرى ما تمشيو فين. يلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هاد الحصة الجديدة، كنتمنى تستافدوا منها، ما تنسونيش من لايك والبارطاج، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. غنبداو على بركة الله بأول حيلة وأول فكرة فاش غنستخدموها، أننا غنستخدموها في دقيق القمح الكامل مع تحضيرات ديال الشهر الكريم بإذن الله. الناس كيبغيو يوجدوا السفوف، ما عليكم إلا أنكم تحضروه بطريقة صحيه، ما ديروش نهائيا الفرص، ولكن باش تحصلوا على داك الملمس الناعم وانه يكون بحال درتوه بالفرص تطحنوه بعد ما كتحمروه في الفرن من طبيعه الحال اولا في اولا هكا في الطنجره ديال الضغط. فاش كتحمروه كطحنوه وهو باقي شويه دافي، راه كتحصلوا عليه بواحد الشكل اللي هو رائع. ديجا حضرت معكم هاد الطريقه بالتطبيق، كنتمنى تفيدكم. بالنسبه للفكره الثانيه، الناس اللي سولوني على اللوز واش فعلا كطحنوه وكيرجع لينا يعني بحال املو ناعم، هنا غادي نعاود لكم الطريقه. يعني بعد ما كتحمروه هكا سواء في الفران اولا في الطنجره كطحنوه هو دافي باش تحصلوا على النتيجه اللي بغيتو، وكديروا الكميه اللي نتوما باغيين. هي راه كطحن يعني غير ما تعمروهاش بزاف باش ما تكونسيوهاش. ورانا عطيتكم بزاف ديال النصائح باش تحتفظوا عليها. الا سخنات غتحبسوا حتى تبرد وغادي تكملوا. يعني هنايا كطحنوه بجميع المراحل، كاين المرحله اللي كتهرمش شويه كتهرمش بزاف، وكاين كذلك المرحله اللي كطحنوه حتى كتحصلوا عليه على شكل ديال الاملو، يعني كيطحن مزيان. ها نتوما كتشوفوا معايا، ما غادي نقطع شي مرحله. يعني الناس اللي بغاوه مهرمش راه كيهرمشوا، الناس اللي بغاوه مطحون بزاف، والناس كذلك اللي بغاو الحلويات، والناس اللي بغاو حتى يديروا هكا في الصفوف، او الا بغيتو ديروه في املو، يعني بالطريقه اللي نتوما باغيين كتحصلوا عليه بشكل رائع. فعلا الهشوار كنصح كل اخت، الناس اللي سولوني شكون الماركه اللي مزيانه، ما عليكم الا انكم تاخذوهم يكونوا انوكس، من الافضل ما تاخذوش ديال البلاستيك وديال الزجاج لان عندها بزاف ديال السلبيات. مشوا معايا بعد ما وصل لهاد الطريقه هذه بحال شكل املو. هنا بغيتو توقفوا، بغيتو تزيدوا تطحنوه بزاف، يعني لكم الاختيار. كنتو باغيين ديروا املو راه كتضيفوا واحد شويه ديال زيت الزيتون وكتستمروا. كنتمنى فعلا هاد الفكره كذلك تفيدكم، والناس اللي سولوا عليها يشوفوها بالتطبيق لانها فعلا ناجحه. خليكم معايا، باقي الوصفات مهمه للشهر الكريم واستعمالات رائعه لهاد الاشهر، ونصائح في اخر الفيديو. دابا غندوزو الفكره الثانيه فاش ممكن نستخدموها. الناس اللي ما كتنجحش ليهم هاد الطريقه ديال الحشوه فكيبغيو يديروا بسرعه هادشي في الهشوار، ولكن كاين اللي كيقول لك اودي كطيح ليا بزاف، ولا لا شوفوا تقطعوا الفلفله تقسموها غير على جوج ولا ثلاثه الا كانت كبيره صافي، وكتضربوا وتحبسوا ضربوا وتحبسوا تحصلوا على النتيجه اللي بغيتو. يعني ما تستمروش وتبقاو غير ضاغطين حتى تحصلوا عليها يعني تطلق لكم الماء. كنتمنى فعلا هاد النصيحه تفيدكم. دابا ندوزو للفكره الثانيه. الناس اللي سولوني راه ديجا حطيت معكم كريم شونتي بعلبه وحده، دابا رانا درتو بجوجات كما شفتوا ما شاء الله. يعني دفعه واحده كديروا فيها جوج ساشيات ديال الكريم شونتي كطحن، كتدير لكم البديل ديال الدراب. يعني الناس اللي ما عندهمش الدراب والناس اللي كيحتاجوا هذا الشيء في الحلويات وداكشي في الشهر الكريم باذن الله، ما عليكم الا بالهشوار. فعلا راها خطيره، ولكن خصكم تهلاو فيها باش ما تصديش لكم وباش ما تضيعش لكم الجلده ديالها. كاع النصائح غنقولهم لكم في اخر الفيديو كيفاش تنظفوها. خليكم معايا للاخير. كنتمنى كذلك هذه الفكره الاخوات اللي سولوا عليها راه حضرتها لكم غير بوحده، ولكن دابا شفتوا معايا راه حتى جوجات ما شاء الله راها كتصايبهم بلا ما تضيع لكم لا كهرباء ولا حتى شي حاجه ولا الوقت. غادي ندوزو استعمال اخر. ممكن الا تطحني فيها البغرير واخا ما يكونش عندك الخلاط، ولا الا كان عندك الخلاط مشغول، راه ممكن بسرعه كطحن لك البغرير بواحد الطريقه خطيره. البغرير ديال الهشوار ناجح 100% من الهشوار المقله، يعني ما كتخليه ليه يخمد لا حتى شي حاجه. بغيتو المقادير وداكشي راه ديجا حضرتهم معكم، نخليكم الرابط في اول تعليق، اولا دخلوا القناه. مرحبا بكم. راح حضرت معكم بغير 5 دقائق وبغير الشهده. كيما كتشوفوا معايا بعد ما كتسخن المقله غير واحد شويه كنوضعوها، يعني بسرعه كيتقب وكيجي خطير وخفيف. هذا بغرير كنديرو انا غير بالفينو ماشي بالسميده، واللي بغى يديرو بالسميده ممكن يديرو. وانا حاطه معكم في القناه المقادير ديالهم مضبوطه والعبار مضبوط في كل شيء. راه ناجح ومعتمد عندي لسنوات. كنتمنى فعلا فيك يفيدكم. فعلا فكره ماشي حتى التسخين ديال البغرير ديجا حاطه معكم طرق رائعه للتسخين ديال البغرير، واخا يكون يعني هكا قيسوا العسل والزبده ما كتعرفش السيده كيفاش انها تسخنو كيلصق ليها في المقلاة. راه عطيكم عده حيل وافكار لتسخين البغرير كذلك في القناه. مرحبا بكم وكنتمنى الاعجاب ديالكم. ودابا غندوزو للفكره المواليه. بالنسبه للفكره المواليه ممكن تطحنوا فيها كفته ديال السردين، ماشي غير السردين بوحدو، ولكن كتضيفوا معاه الفلفله الحمراء، كتضيفوا الثوم، كتضيفوا التوابل، كتضيفوا كلشي كيجي لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. ومن الهشوار للطاجين ولا المقله.
دابا الفكرة الثانية، الناس اللي بغاو هاد الفول السوداني مثلا يطحنوه يجي مهرمش للحلويات للشهر الكريم باذن الله. وداك الشيء الطريقه انكم فاش كتنقيوه يعني ما تحاولوش انكم تبقاو ضاغطين على الهشوار، غير ضربه وحبسوا ضربه وحبسوا بهذا الشكل هذا باش ما يطحنش لكم بزاف، وقلبوه. وإلا بغيتو هكا تتغربلوه باش تستيو داك رقيق بزاف على داك المهرمش. هذه هي الطريقه، ولكن احسن طريقه كتعجبني انا في الكاوكاو اللي كيجي مهرمش بطريقه خطيره ومتساويه هي الاله اليدويه ديال ديك اللي كنا كنطحنوا بها مطيشه. هذيك راه كتخليه خطير، راه ديجا حضرتها معكم. الهاشوار راه اللي ما عرفش ليها غادي تطحنوا ليه بزاف، ولكن انا كنقول لكم زعما ما تبقاوش مستمرين باش تحصلوا على النتيجه اللي بغيتو تطحنوه الصفوف، كتبقاو مستمرين حتى كتحصلوا عليه حتى هو بحال شكل املو. يعني غير الاله حذاري الا سخنات خليوها تبرد. هذه كنصيحه، راه الا استمريتوا بالنسبه لهاد الاله عندي انا يعني باش كتعجبني الا سخنات بزاف وما انتبهتش راها ما تبقاش تخدم، يعني ما كتبقاش تخدم راسها صافي. واخا كتبغيتي كتخدميها ما كتبقاش تخدم حتى كتبرد عاد كترجع تخدم. والناس اللي طاحوا في هذا المشكل ما يتخلعوش، الاله ديالهم راه ماشي خسرات الاله، فكتلحق واحد الدرجه زعما كتسخن بزاف راه هي كتوقف الراسه كتسكت ما كتبقاش تخدم. حتى هاد النصيحه دخلتها لكم الاخوات اللي يلاه غيشريو الهشوار. يعني راه فعلا عمليه ورائعه. كما كتشوفوا معايا هذه هي النصيحه علاش حصلنا لا على اللوز ولا على الكاوكاو. كتجي خطيره بصحتكم وراحتكم. بغيتو تحضروا الاملو، بغيتو تحضروا الصفوف، بغيتو تحضروا الحلويات، الهشوار راه كمساعد رسمي في المطبخ وضروري تكون في كل بيت. دابا غادي ندوزو ها نتوما كيفاش تشوفوا معايا دابا راه سخنات، يعني دابا ما غاديش نبقى مستمره حتى تبرد، عاد غادي نكمل معكم وغادي ندوزو لباقي الافكار وباقي الاستخدامات. بالنسبه للاستعمال الاخر هو لا بلا ما تحتاجي انك تطحني الكفته ديالك عند الجزار. الناس اللي كيكون هكا تشوفوا ديك الاله موسخه ولا كتكونوا زربانين ولا كتبغوا تطحنوا غير كميه اللي هي قليله، ما فيكم كاع اللي يمشي عند الجزار ما عليك الا غير تجبدي اللحم المجمد غير شويه ما تخليش يطلق شويه واحد الخمسة دقائق ولا ما كاملاش وبداي تطحني فيه. ولكن تنصحك تقطعي قطع صغيره وما تكونش فيه العصبه، ما يكونش فيه العظم، ما تكونش فيه ديك الجلده القاصحه. وطحني معاه شويه ديال الشحمه ديال الكلوه بصحتك وراحتك راه كتجي خطيره. وممكن هنا ضيفي التوابل والتهناي، طحني معها الربيع، طحني معها يعني شويه ديال زيت الزيتون هكا الا بغيتي، وشويه ديال الملح، الكمون، الفلفل الاحمر، يعني داكشي تديروا نتوما في الكفته ديالكم صافي. وكتكوروها من هنا للطاجين ولا المقله ولا فاش ما بغيتو بصحتكم وراحتكم. دابا غندوزو لباقي النصائح. اللي بقيتو معايا لهنا تنقول لكم شكرا على الوفاء ديالكم. ما تنسونيش بواحد لايك، الغزالات والتعليق ديالكم محفزه. بالنسبه للجلده انا كننصحكم ان هاد الجلده ديال الهشوار ما تغسلوهاش في لاماشين، ديجا قلتها لكم باش ما تخرجوش عليها. والطريقه الصحيحه باش تغسلوا الهشوار بحال كيما غسلنا هاد الكاس هذا ديال الميكسور، كيما كتشوفوا معايا كديروا فيه شويه ديال الماء دافي وشويه ديال السائل ديال الاواني وشويه ديال الخل. هاد الخليط كديروا نفسه في الهشوار، غير ما بقاش لي الوقت باش نصوروا لكم في الهشوار صافي. وكتطحنوا بحال باش تطحنوا فيها العصير ولا شي خليط، غير ما تعمروهاش يعني غير تقرب توصل تحت من النص. راها كتغسل كامله بواحد الطريقه خطيره. واهم حاجه الموس ديالها هو اللي كيتغسل لينا حنا، الغرض ديالنا نغسلوا الموس ديال الهشوار صافي. وكتقلبوه وكتخليوه بهذا الشكل هذا. والهشوار كتغسلوها بيديكم ماشي في لاماشين. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا، وكنتمنى هذه الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل والمزيد من الحيل والافكار ووصفات رمضان. مرحبا بكم في القناه والى حصه قادمه باذن الله.